الإعلامي توفيق عكاشة يثير الجدل من جديد. الخنقة بتزيد يوم بعد يوم، وعايزين ساعة فرج قبل ساعة الغضب، وربنا يستر. هو العكش عايز ايه بالظبط؟ هو عكاشة يقصد ايه بالظبط؟ تساؤلات كتير على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تغريدة توفيق عكاشة النهارده. واضح جدا ان توفيق في الفترة الأخيرة أصبح مثير الجدل فعلا. توفيق نشر تغريدة قال فيها الخنقة بتزيد يوم بعد يوم بسرعة كبيرة، فهل من فرج قبل ساعة الغضب؟ وبينهي توفيق التغريدة بيقول يا رب الفرج قبل الغضب، يا رب الوقت قليل جدا بين الفرج والغضب، استر يا رب. طبعا رواد تويتر انهالوا بالتعليقات على تغريدة عكاشة اللي بيظهر فيها انهم مش فاهمين منها اي حاجة، وحتى اللي فاهم مش متأكد من نوايا توفيق. توفيق عامل لهم حالة توهان بين كونه اعلامي وسياسي في آن واحد. فواحد رد عليه بتويته قال فيها غضب مين يا معلم؟ ريح نفسك يا عمنا، بلا غضب بلا كتر هري على المسا. واحد تاني رد عليه وقال له يا عم توفيق، ده لو صرصار نزل الشارع اليومين دول مصر مش هتشوف النور تاني ولا هتشوف العيش تاني، بطل هبد الله يكرمك. ده بقى توفيق رد عليه وقال له انا ردي بيكون على اللي بيفهم وليس على المدفوع، علشان كده مش هرد عليك. واحد تالت رد عليه وقال له هو ده فعلا انت ولا حد مخترق حسابك يا عم العكش؟ اما الرابع فعلق وقال له لسه بتكلم انا ووالدي عن قد ايه كلامك من 2012 كان صح 100%، بعد كده بفتح تويتر لقيت التويته بتاعتك وهصدقك برضو المراتي في كل كلمه. وهكذا كتير من التعليقات اللي بترفض تلميحات توفيق، وناس تانيين بتأيد كلامه واصحابها شايفين انه سبق عصره واوانه. لكن الحاجه الوحيده اللي قالها العكش والكل اتفق عليها دون اختلاف هي كلمه ربنا يستر. يا رب يا رب استرها علينا جميعا دنيا واخره، واحفظ بلادنا من كل سوء، امين يا رب العالمين. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.